غير هذا. بنسولك اخو سيف الدين، الاخ سيف الدين من الجمهورية التونسية العربية الشقيقة. انت صوت مرتفع. صوت مرتفع. مقيم في المغرب وفي مدينة مراكش، بالأخص في مدينة مراكش. انت دابا غادي نطرحوا عليك واحد السؤال وغادي تجاوبنا بصراحة. وانت دابا كتمثل كأنك سفير في هذه الأرض، ما غاديش تنسى خيرها، ما غاديش تنسى عدة مسائل. وغادي نسولك واحد السؤال كأنك سفير، كأنك شاب، كأنك مواطن، كأنك إنسان. وهذا السؤال ليس بالسؤال وإنما حب ووفاء لكل من هو عربي. غادي نسولك إلا قلنا لك واش الصحراء مغربية، باش غادي تجاوبنا؟ والله هو العلم عند الله. نعرف انا اللي نعرفه معناتها، نعرف مغربية. الصحراء مغربية 100%. نقولوا 100% والعلم عند الله. لا، الصحراء مغربية، ليس العلم عند الله. والله كيف ما الصحراء مغربية. المغرب في قلب الصحراء، والصحراء في قلب المغرب. والله هي كان ديال المغرب صافي، هي هذيك ديال المغرب مغربية صافي. هي هذه مغربية. عرفتي التاريخ فاش المغرب؟ عرفتي التاريخ ديال تأسيس هذه الجماعة اللي كتقول هي دابا كتفكر باش تكون هما اصلا مرتزقة وخونة، والله لا يحب الخائنين. خوانة. كتعرف التاريخ ديال هاد الجماعة؟ ما عرفتيش التاريخ التأسيس ديالها؟ لا الصراحة أنا غادي نفيدك بهاد المعلومات هادو. المغرب 21 قرن بالصحراء، أما هذه الجماعة تكونات في سنوات قليلة. اللي جينا نحسبوا بالكالكيلاتريس غادي نلقاو 40 سنة محال واش كاينة فيها. أما المغرب 21 قرن. 21 قرن هذا في تاريخ المغرب. أما جماعات يعني بوليزاريو، جماعات إرهابية شرادمة، شرادمة الحرام. التأسيس ديالهم في 27 فبراير 1972. هذه معلومة نعطيها لك. 27 فبراير 1972 فاش تأسس من طرف خوانة، والله لا يحب الخائنين. الصحراء مغربية وغادي تبقى ديما مغربية، وحنا مستعدين بكل ما فينا للنضال من أجل الصحراء، ومن أجل لكل من هو، ومن أجل لكل من يقول الصحراء مغربية. هذاك اللي قال الصحراء مغربية ندافع عليه، سواء يكون عربي أو. وعاش الملك، عاش محمد السادس. عاش الملك. تتفق مع هذا السيد؟ والله شوف، هي كان المغرب معناتها الصحراء المغربية معناتها متفق معاه كان.
100% صح. لا لا حضرتك.